أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. آخر مقابلة غيجريها الفريق الوطني المغربي قبل مواجهة البرازيل غتكون ضد النرويج. طبعا كل منتخب تيشوف الفريق اللي غادي يلعب معاه المباراة الإعدادية. هذيك المقابلة فين غتنفعوا؟ صحيح أنه حنا غنلعبوا مع البرازيل ماشي هي النرويج، ولكن كاينه اسكتلندا يمكن نقولوا بأن الكرة الأوروبية كتقارب شوية، إذا ممكن هذا يفيدنا في المقابلة ديال اسكتلندا، علما بانه الكره البرازيليه قريبه من الكره المغربيه. كاين اختلاف في النوعيه ديال بعض اللاعبين، ولكن الكره ديالنا قريبه من الكره البرازيليه. نقدر نقول بانه يعني المواجهه ديال البرازيل غتكون معروفه، لانه البرازيليين الكره ديالهم بحال نقولوا كتاب مفتوح. النرويج باغي يلعبوا معنا لانهم عندهم فرنسا، وعندهم ايضا جوج ديال المنتخبات اللي يمكن يستافدوا من المواجهه ديال المغرب. عندهم الكره الافريقيه لان عندهم المجموعه ديالهم فيها السنغال، وعندهم الكره العربيه اللي عندهم العراق. وبالتالي كل فريق غادي يبغي يستافد من هذه المقابله هذه، باش نشوفوا حنايا الفريق اللي غادي يلعبوا معاه. قبل ما نهضروا على الفريق الوطني المغربي اللي غنلعبوا معاه، عنده فريق جيد. صحيح انه من 98 ما شارك في كاس العالم، واخر دوره عالميه شارك فيها هي الاورو ديال 2000، اذا غاب هذه مده. ولكن هذا الغياب عطاه انه هي لاعبين مزيانين عندهم امكانيات. الكل تعرف هالاند، كل شيء تعرف اوديغارد، كل شيء تعرف سورلوت المهاجم ديال الاتليتيكو ديال مدريد. اضافه ان اغلب اللاعبين ديالهم تيلعبوا في فرق اوروبيه معروفه. عندهم جوج ديال اللاعبين فولهام تعرفهم بدون شك، انه ديوب تعرفهم مزيان ممكن يعطي عليهم معلومات. عندهم بزاف د اللعابه في بنفيكا في المانيا، يعني لاعبين متمرسين بشكل كبير. الدليل على هذا هو انه الفريق ديال النرويج لعب 8 ديال المقابلات اقصائيه ديال كاس العالم، فاز بهم 8. فريق اللي مسجل 37 هدف في هذه الاقصائيه دخلوا عليه 5. اذا باش نعرفوا ان لاعبين مع فريق اللي قوي. هذا فريق ما لعبش مع دابا الان كاس العالم، ولكن غيكون محك حقيقي للفريق الوطني المغربي، لانه اخر مقابله لعبها فاز على السويد ب 3-1. اذا نشوفوا بان المقابله عندها الاهميه ديالها، حتى من الجانب النفسي، لان النتيجه قد تؤثر، لان خصوصا بالنسبه للمنتخبات تكون معلقه عليها امال كبيره. وكل شيء ولا تيتحدث على المغرب الانسب عالميا مرشح. كاين اللي تيقول اوتسايدر. على كل حال كيف ما كان الحال، فالاسم ديال المغرب حاضر بقوه نظرا للامكانيات اللي عنده واللاعبين اللي تيلعبوا في كبريات الفرق الاوروبيه. نرجع للفريق الوطني المغربي، حنا غنشوفوا هذه المقابله ديال النرويج. صحيح انه غنتبعوها ونشوفوا كيفاش غنتعاملوا مع هذا الفريق، ولكن في نفس الوقت تنشوفوا الفريق اللي يمكن يلعب كاس العالم، اللي غادي يواجه البرازيل واللي غيواجه اسكتلندا وهايتي، وان شاء الله في الادوار المقبله. حنا كمتتبعين نظر شكل، والمدرب عنده نظره شكل. حنا تنتسناو من هذه المقابله هذه، تنتسناو يكون واحد العطاء مزيان، يمكن نديروا القراءه كيفاش يمكن المدرب يلعب. ودابا هذا هو اللي غنبقى نهضر عليه دائما، المدرب شنو الفكر ديالو، فين باغي يمشي. حنا يمكن بغينا نشوف فريق تيلعب، المدرب يقول لا انا باغي شي فريق اللي غادي يلعب مقابله كاين الاعطاب، كاين بزاف، كاين تدخلات. النرويجيين يمكن تيلعبوا بقوه بحده، انا محتاج اللاعبين، شنو التوليفه اللي غندير، واش باغي نشوف وسط الميدان، باغي نشوف الدفاع، باغي نشوف الخط الامن، باغي نشوف فريق كامل. حنا تيهمنا نشوف فريق يلعب كره. الفريق كيف ما دخلوا المدرب، كيف ما بغات تكون التشكيله، حتى ولا ما دخلش اساسيين، الا دار مقابله كبيره غيعجبنا الحال. اللي صعيب هو انك دير تشكيله ماشي هي، وتعطينا واحد الصوره مخالفه للشيء اللي تنتمناوه امام المنتخب البرازيلي اللي هو الخصم الاول. على كل حال المطلوب الان هو نشوفوا فريق يحصل له اكبر عدد من الانسجام على مستوى الدفاع. تظني بانه الفريق ما تظنوش بانه حكيمي من اخر مقابله ديال الشامبيونز ما يلعبش هي المقابله. اذا على مستوى الدفاع يمكن هذا الدفاع وحراسه المرمى ممكن يشاهدوا المنتخب اللي غادي يلعب المقابله اللي ديال، بما اننا غادي نشوفوا المزراوي في الجهه اليسرى، ونشوفوا حكيمي في الجهه اليمنى، وديوب الى جانب حل. هذا هو مع داير المدرب بان له شادي رياض او بان له نايف اكد، لانه حنا ما عارفين شي وضعيه نايف اكد فين واصله، علما بانه لاعب غيلعب كاس العالم تيخصو يكون عنده مباريات حتى ولا يكون جاهز. على كل حال هذه النقطه ديال غير اضافه ديال نايف اكد، غير انا استبعدوها. المشكل ما عندناش في الخط الامامي، خصوصا في الجهه اليمنى الجهه اليسرى.
عندنا دياز وعندنا زيزولي، لا اعتقد بانه ما يشاركوش من هذه المقابله هذه، لانه المدرب كل ما كان يعني الانسجام ما بين اللاعبين كاخر مقابله يكون مزيان. مع ذلك عنده راي اخر. وسط الميدان، وسط الميدان هنا فين ماشي غنقول كاين اشكال. يمكن المدرب الا هو عنده اللاعبين اللي غادي يلعبوا المقابله ديال البرازيل في الذهن ديالو، وتيشوف بانه انا اناحي وامرابط والعناوي مولفين تيلعبوا بعضياتهم، حتى ما لعب شي واحد فيهم وخليته مساعد المباراه ديال البرازيل، ما عنديش مشكل لانه الانسجام حاصل. في كاين الاشكال، الاشكال هي مثلا بوعدي الا بغينا يشارك في المقابله ضد البرازيل خصو يكون شارك في هذه المقابله. علاش؟ لان بوعدي ممكن باقي ما لعب حتى مقابله رسميه مع العناوي ومع اناحي ومع امرابط. اذا ما يمكنش يتقبل بوعدي ما تلعبوش في هذه المقابله هذه وغتلعبوا في المباراه ديال البرازيل، وفي الوقت اللي غيدخل ما غيكونش عنده لي روبير ديالو مع اللاعبين، لانه اللاعبين بعضياتهم تيعرفوا بعضياتهم التحركات ديال اللاعبين. اذا حنا عندنا المشكل ديال وسط الميدان. واش هذا وسط الميدان اللي غادي يشاهدوا؟ هذه تساؤلات، ماشي غنقول بها اللي بغيت انا حيت انا بعيد عن اللاعبين ما عرفتش اللاعبين. وان كان الى على حسب اللي متبعين الفريق الوطني راه اناحي والعناوي وامرابط، هذا هو الثلاثي اللي اقرب. يمكن تضيف من بعد السيباري على اساس انك غتخلي المهاجم الاوسط يعني ما كاينش بشكل رسمي، اضافه اللي هضرت عليهم اللي هما الزنزولي واللي هو ابراهيم دياز. اذا الثلاثه ديال وسط الميدان اللي شفت انا ونضيف لهم ما هو مهاجم اوسط ما هو وسط الميدان اللي هو السيباري، هذه هي التشكيله اللي يمكن تتبان بانه تكون اقرب. ما عدا الا بان له بانه لا غندير واحد المهاجم اوسط، واش يكون رحيمي واش يكون ايوب الكعبي، لانه ما يمكنش تخلي جابرييل وتخلي العميد ديال الفريق ماركينيوس تخليهم في راحه. هاد جوج ديال اللاعبين خصك تخلق لهم متاعب. الا خليتيهم، حنا تنهضروا على المباراه ديال البرازيل وان كان تنشوفوا يعني كيفاش غادي يتعامل مع المقابله ديال النرويج، ولكن العين ديالو على المقابله ديال البرازيل. اذا قلب هجوم اللي يخلق المتاعب ضروري بالنسبه للبرازيل، والا خليتي اللاعبين اللي هما البرازيليين تدير لهم مهاجم اللي تيكون قريب ومع ذلك تيخرجوا الكره وتيلعبوها. جابرييل وماركينوس خاص شي واحد اللي يخلق لهم مشاكل بيناتهم، ما يخليش لهم ذاك الانسجام بيناتهم. خاص شي واحد اللي كما تنقولوا يدير ذاك الضغط عليهم باش ما يخرجوش الكره. اللي القوه ديال البرازيل انها تخرج الكره من عندهم عند الوسط الميدان. هذا هو، هذه هي البرازيل ماشي هي الكره طوال. اذا بالنسبه لي انا هذه المقابله هذه مقابله مهمه بزاف باش نشوف الفكر ديال المدرب كيفاش يشوف هذه المقابله هذه. واش يشوف فيها مقابله غنلعبها ضدها غندير خطه اللي يعني نوقف الفريق النرويجي، يعني نحيد هالاند اوديغار ما يكونش هو الموزع الاساسي الى لعب. طبعا ما تنظنش من اوديغار هالاند غادي يكون هو سورلوت لانهم تلعبوا في نفس المكان. مع ذلك الفريق محتاج يكون منهزم. اذا على كل حال هذه المقابله ديال النرويج حنا غنشوف فيها الانسجام ديال اللاعبين ديالنا والامكانيات اللي يمكن يخلقوها امام البرازيل، لان العين ديالنا على البرازيل. حيت هذه المقابله هذه ما فيهاش رافينيا وفيها فينيسيوس، لان رافينيا وفينيسيوس غتكون الخدمه كثيره عند حكيمي وعند المزراوي. اذا هذه مقابله يمكن تكون من ناحيه اللاعبين ديال الدفاع الايمن والدفاع الايسر ما غاديش نقول تكون سهله، لان النرويج يلعبوا كره جماعيه، والكره الجماعيه اصعب شيء، لانه اللاعب الفردي تيمكن لك انك لاعب ديروا الماركاج كما تنقولوا ديروا الحراسه الفرديه وتتبعوا، لانه تيلعب يعني تيخلق المشكل يعني بوحده. لما تيكون عندك المشكل في فريق تيلعب بشكل جماعي هنا فين تكون الصعوبه، حيت ما عندك اي مشكل انك تمشي عند واحد اللاعب اللي غدير الحراسه الفرديه وكيما تنقول غتنوتراليزيه. لا ابدا، النرويج يلعبوا كره حديثه وحذري منهم، لانه هذه المقابله هذه ماشي مهمه على مستوى النتيجه، ولكن النتيجه لان ما عندها حتى شي قيمه، ما فيهاش نقاط، ولكن الجانب النفسي، لان خص يكون واحد النوع من الارتياح عند اللعاب وعند الجمهور، لانه ذاك العلاقه اللي هي عن بعد ما بين الجمهور وما بين الفريق عندها اهميتها.
لما الجمهور تيكون تيق الفريق ديالو، والفريق شاف بانه دار مقابله وحس بانه الجمهور مرتاح، راه كاين واحد الحاجه اللي غير ملموسه. اذا هذه مقابله صعبه. غنشوفوا وسط الميدان كيفاش غيتعامل معاه المدرب، واش هو وسط الميدان اللي غيلعب ضد البرازيل، واش هو وسط الميدان اللي تعتبر بانه الخيار الاول، ام انه باقي عنده الشك. وانا لا اعتقد بانه مدرب بقات لنا ايام قليله على انطلاق المنافسه وغيبقى عنده الشك. انا لا اعتقد. الفريق الوطني في الذهن ديال المدرب جاهز 100%، ماشي نقول عنده 90. ما يمكنش يكون عنده باقي الشك واش هذا ولا هذا.